تعزيزات عسكرية في طريقها للشريط الحدودي قرب السمارة. تشهد المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر قرب مدينة السمارة تحركات عسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة وفق لمصادر إعلامية، وتشير التقارير إلى أن عددا كبيرا من المركبات العسكرية والمعدات الحربية شهدت تتوجه نحو الحدود، ما يعكس توجيهات من القيادة العسكرية المغربية لتعزيز الإجراءات الأمنية في تلك المنطقة. ولم تتضح بعد الأسباب الحقيقية وراء هذه التحركات، حيث يرجح أنها قد تكون مرتبطة بمكافحة شبكات تهريب المخدرات الناشطة في المنطقة العازلة، أو أنها قد تأتي كرد فعل على هجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها السمارة، إذ استغلت جبهة البوليزارو الانفصالية عاصفة رملية للاقتراب من الجدار الدفاعي وإطلاق النار على الأراضي المغربية.